ولا زينة الدنيا ولا الكلام ده كله، لم يتأثر بذلك كله. لماذا؟ لأنه يحب الدين. إذا أحب العبد الدين خرج من قلبه حب كل شيء في هذه الدنيا، ولا قلبك يبقى في حاجة من أمور الدنيا. إذا أنت حبيت الدين بانضباط بصح، حبيت الدين يبقى عملت من أجل الدين، حبيت الدين يبقى أقمت الدين في حياتك، لأن هذا الدين أمر قوي جدا، وأنت لا تكون قويا إلا بالدين. ولذلك كل أهل المعاصي ضعفاء، كل أهل الذنوب فقراء، كل أهل المعاصي جياع، مش جياع فلوس ولا جياع أكل ولا شرب، لا، ولكنهم محتاجون، مرضى، هلكة، ضيعين، ليس لهم مسار يسيرون عليه. أما أهل الدين فلهم هدف، لهم مبدأ، لهم قيمة، لهم وزن. خلي بالك من الكلام ده، لأن في ناس هتيجي في الآخر لهم في الدنيا وزن كبير قوي، لكنهم لم يحترموا دينهم ولم يحبوا دينهم. في الآخرة ما لهمش وزن، ما فيش أعمال تتوزن عندهم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية في سورة الكهف. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، مين هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إيه اللي خلاهم يعملوا كده؟ هو مش فاهمين حاجة. هو فاكر إن هو محتاج يتجوز واحدة جميلة قوي، بنت ناس قوي، أبوها يكون شغال معرفش فين، وأمها فين، وخالها فين، وعمها فين، عيلة يعني ستايل، يعني الكلاس زي ما يقولوا الجماعة القرن قوي، اللي مش عارف عايز إيه، عايز عربية من أحدث ما يمكن، عايز مش عارف فيلا، لا عايز يعمل عمارة، لا عايز يعمل شركة كبيرة، لا عايز يعمل مش عارف، عمل ده كله يقول لك سبحان الله أنا راضي عن نفسي. تمام، راضي عن نفسك ليه؟ يقول لك الحمد لله أنا عملت شركة وبنيت فيلا وأنا قاعد فيها كويس، والحمد لله أنا قاعد في مستوى كويس، وعلمت عيالي تعليم كويس، والحمد لله عملت كل عيل من عيالي فيلا، والحمد لله الموضوع خلاص بقى مرتاح. يا سلام، أنت كده تمام؟ تمام. فين بنته بقى؟ مش عارف سهرانة فينا حتة. فين ابنه بقى؟ مش عارف مسكوه في الحتة الفلانية. هو فين؟ هو البني آدم عنده 70 سنة قاعد يبصبص على اللي راحة واللي جاية. زوجته فين؟ حتة قاعد تتكلم في التليفونات. هو راضي بقى عن نفسه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خلي بالك، هو فاكر انه بيعمل حاجة حلوة، لأن كل الأعمال دي بدون حب الدين ملاش قيمة.